برنامجنا كلنا اخر حلاوة، ده شاوة كاميرا عندنا احلى شقاوة. ده برنامجنا كلنا اخر حلاوة، ده شاوة كاميرا عندنا. كله يشغل الشاشات وسع شوف الفضائيات، كله يشغل الشاشات وسع شوف الفضائيات. ده برنامجنا فكرة جديدة معانا هنا تنسلي فات، ده برنامجنا فكرة جديدة معانا هنا تنسلي فات. ستوب صورنا وهنذيع، ده شقاوة كاميرا الشغل فظيع. لو عايز تذيع هنا بنذيع، مش عايز تذيع لا مش هنذيع. بص شوف هنا كاميرا خفية والمواقف هنا حقيقية، اصل يابا و100% مش شوارع المصرية. هنرجع الضحكة للشاشات، رجالة كبار او حتى بنات، رسالتنا واصلة لكل الفئات. كاميرتنا غير كل الكاميرات. هشام هوبا كريم عياش وابراهيم الباشا ناس والديكس 3 يابا يابا. أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا شقاوة كاميرا. النهارده معانا حلقة جامدة جدا، حلقة شيقة، حلقة ممتعة. أحب أقول لكل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي اوعى تقلدنا، أفكارنا جديدة، كاميرتنا شقية، بتعور، بتخربش. ما تيجي نتفرج. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت، انا اتفرجت على الاعلان بتاعكم امبارح على الفيسبوك وجاي هنا عشان اقدم في التمثيل. عايز تمثل وتغني؟ لا بعرف امثل. ولو ما بتعرفش تمثل هنخليك نجم، هنعلمك. معانا المخرج ابراهيم الباشا. أنت شفت شروطنا الأول؟ أنت عارف الفيلم ده ذات؟ شفت كله. جايب معاك يعني وجاهز بالفلوس؟ جايب فلوس انا واصحابي برضه. كمان جايب أصحابك؟ 7 معايا برضه. 7 ايوه أنا هظبطكم، هعمل لكم مشهد كلكم في الجامعة يكسر الدنيا. خلاص شوف السكرتيره بره، ادفع لها الفلوس واستلم منها وصل. بجد انت وكل اصحابك وحبايبك. يا ابني مش طبعا حبايبك. وهنبعت لك. أهم حاجة كل واحد دفع فلوس ياخد وصل. تمام؟ كل ما تجيب أصحاب كتير وناس تدفع خلي المشهد بتاعك عالي. ماشي يا باشا، شكرا. الف سلامه، نورت يا بلدي. نورت يا بلدي، مع السلامه. بكره فين؟ لسه ما يا عم خلاص. اهدى كده اهدى كده. بس بص يا عم ايدك يا عم، انا عايز فلوس. مقلب يا عبيط، مقلب. يا عم مقلب ايه؟ يا عم بص هناك بقى. بص يا عم فلوس انا واصحابي. اتفضل. سلام عليكم. دي شركة أبو مرنية المعرض الفني. ايوه يا فندم. طب حضرتك أنا مطربة وراقصة وبعرف أعمل كل حاجة. طب اسم حضرتك ايه؟ صبري. اهلا وسهلا. بتعرفي تغني؟ طب ورينا كده. سمعينا يا استاذه. لو خيروني بين عيوني وبينك أنت هختارك أنت، مهما يلوموني أو يبعدوني عنك أنت بحبك أنت، وحقك عليا ما تزعلش مني، وحقك عليا اوعى تخاصمني، ما تدخلهمش بينا ما تفرحهمش فينا، خلي اللي بينا وبعدهم عن عينينا، كلهم بصلي فيه كلهم حاسدني عليه، كلهم هيموتوا مني، لو هموت افضل معاك والاخر نفس عايزاك، انا مش هقدر ابعد عنك. الله احسنت يا استاذه. جميلة جدا. ايه رايك يا استاذ؟ جميل والله. تكتب لها حاجة كيمو. والله بصراحه صوتك ممتاز، صوتك فظيع. ان شاء الله هتكوني نجم كل اعمالنا اللي جايه ان شاء الله. بس عايزين منك فلوس عشان نقدر نعمل لك كليب. مش حضرتك اللي تشوف. عايزين 5000 جنيه. ادخل. اوبا. اهلا فنانتنا. بلا فنانه بلا زفت. اعصابك يا فنانه، ايه اللي حصل؟ بقى انا امبارح تبعتني القناه واروح القناه اقول له استاذ ابراهيم بعتني لحضرتك، يقول لي ابراهيم ما اعرفش حد بالاسم ده.
انتوا انت رايحين اللي مكلمه امبارح عليك. ازاي يعني بنلك عليه؟ ثواني كده. طب اصل هو هتلاقيه في تصوير دلوقتي ما ينفعش لا، ترن عليه. انا هتصل لك بيه دلوقتي اهو. يا ست بس تلاقيه بس في تصوير يا الله باشا ثواني يهديك. حضرتك لا هو انا طلع شرم امبارح صح. يا عم كان قايل لي عنده تصوير عليها. يا باشا ثواني حضرتك. طب خلاص نستاذن احنا أنا ماشي. مش لا استاذني عايز بس حاجة يا استاذن أستاذ حضرتك ايه طوال. الحكايه يا استاذ؟ بعد اللي اذنك حصل مش لك؟ استئذان. إيه؟ بعد اذنك طوال عايزه 5000 جنيه بتوعي دلوقتي. يا ست ولا خدت منك حاجه أنا بقى لا معلش معلش طوال عايزه الفلوس بتاعتي. انا مخرج يا ست.